السلام الله عليكم. القضية ديالنا اليوم اللي غنحكيو عليها في هذا البودكاست كتدور الأحداث ديالها بين جوج دول، المغرب وإيطاليا. هي قضية اللي دارت ضجة كبيرة، وهي قضية صعيبة بزاف. البطلة ديالها هي سعاد شابة كانت عايشة في مدينة أسفي وسط واحد العائلة اللي كتكون من أب وأم وربعة ديال الخوت. كانت عايشة مع عليها بها حياة مستقرة زوينة. الأب ديالها كان موفر لهم جميع الاحتياجات اللي خصهم. كانت واحد العائلة حنينة ومتماسكة. فاش وصلت سعاد للباك، الأب ديالها جا انتقال لمدينة خريبكة، وفي هذيك السنة بالضبط كانت سعاد في عمرها 19 سنة، وكانت هذه نقطة تحول في حياتها. المهم مشاو لمدينة خريبكة، ودخلت سعاد كتقرا في واحد المدرسة خاصة، وكانوا عندها بزاف ديال الأحلام وطموح كبير بحال أي شابة في هاد السن اللي هي فيه. العائلة بقاو عايشين تما عادي، ومرة الأم ديال سعاد كتخرج هي وبناتها كيدوروا، مرة كيبدلوا الجو، مرة كيتغداو شي حاجة. وكانوا كل مرة كيخرجوا واحد السيد ديما كيتبعهم حتى كيوصلوا للدار دائما. حتى لواحد النهار كانوا خارجين شوية، أم سعاد حسات بشي حد حط يدو على كتفها. فاش دارت لقات واحد السيد. قالت لي ياك لاباس سيدي؟ قال لها واش هاد البنات على بناتك؟ قالت لي اييه. علاش؟ قال لها راه غير خويا عايش على برا وبغى يتزوج. هو كيقصد السيد اللي ديما كيتبعهم. قالت لي ام سعاد اللي بغى يتزوج ماشي بهذه الطريقه كيتبع بنات الناس في الزناقي، ولكن خصو يجي للدار ويدير الصواب، ماشي كيخطب في الزنقه. وعطاتو ام سعاد نمرتها وقالت ليه الا ناول معقول اجي للدار. داك السيد قال لها صافي، غدا نجيو عندكم مع 6 ديال العشيه. ومشى داك السيد في حاله. في اليوم التالي فعلا جا هاد السيد هو وخوه اللي كان سميتو عبد المجيد، اللي ديما كان كيتبعهم. وجهه ولا مألوف عند الأم وبناتها، ولكن ما جابش العائلة ديالو. الأم ديال سعاد ما عجباش الحال، حيت اللي بغى يخطب خاص ضروري والديه يكونوا حاضرين، وحتى الأب ديالها مرتاحش لهاد الزواج. المهم رحبوا بالضياف وجلسوا وبداو كيهضروا. قال لهم عبد المجيد ايوا الهضره غتكون على بنتكم سعاد. قالت لي الام ديالها واخا، هانتوما جلسوا وهضروا وتفاهموا بيناتكم. قال لهم لا، نخرجوا للشقاوه ونجلسوا حسن. قالت لي ام سعاد ماشي مشكل، ولكن نمشيو معاكم. فعلا مشاو لواحد القهوه. سعاد جلست في واحد الطبله هي وعبد المجيد باش يتفاهموا مزيان، وعائلته جلسوا بعيد شويه في واحد الطبله اخرى. المهم بقاو جالسين كيهضروا بالسوايع على حساب اقوال ام سعاد. جلسوا ما بقاو ناضوا. صافي كلا ليها دماغها مزيان وقنعها باللي غيتهلا فيها وغيكمل ليها قرايتها وغيدوز ليها حتى البيرمي وغيشري ليها شي طوموبيل واعره، وما عندوش مشكل طيب ليه ولا ما طيبش، وما يخصها حتى شي خير معاه، وغيديها لإيطاليا تما فين غتعيش معاه. المهم سعاد اقتنعت مزيان ووافقات، رجعت كتهضر غير عليه. ولكن ام سعاد فاش شافت الوالدين ديال عبد الكريم ما جاوش وكتشوف بنتها متعلقه بيه وموافقه على هذا الزواج، شرطات عليه حاجه وحده، هي باش بنتها تبقى معاهم في الدار وما يديهاش عند عائلته من بعد الزواج حتى يخرجوا لها الوراق وتمشي معها لإيطاليا. وهنايا عبد المجيد وافق على هذا الشرط. داروا العرس ديالهم سنة 2007، ومن بعد العرس ما مشاتش معاه، خلاها مع عائلتها
كيصيفط ليها مصروفها ودار ليها البيرمي. ولكن مع الوقت رجع كيتقلب عليها بشوية بشوية. أول حاجة طلب منها داك العام هي تخرج من القراية، وهي كان عندها ديك السنة الباك، يعني كانت سنة مهمة في المسيرة الدراسية ديالها. وكذلك طلب منها دير الحجاب، وخا ما شرطش عليها هادشي في الخطوبة. هادو أول حوايج باش بدا معاها. وفي هاد العام اللي جلسات في المغرب مع عائلتها كان هو كيمشي ويجي. وللأسف سعاد في هاد الوقت حملات قبل ما تمشي تعيش مع راجلها في إيطاليا، وقبل ما تعرف حتى عقليته كيفاش دايرة وهاد الزواج واش غادي يكون ناجح ولا لا. فاش وصلت 6 شهور من الحمل خرجوا لها الوراق باش تمشي تلتحق بالزوج ديال عبد المجيد. وفعلا مشات لإيطاليا، وهنا اكتشفت الواقع اللي كان مخبي عليها والصدمات اللي غادي تقبلها من الرجل ديالها. أول صدمة في المطار، داها للدار ديالو، لقاتو عايش في دار خارجة على المدينة. وصلت للدار لقاتو ما عايش بوحدو، ساكن مع خوه واختو، والدار حالتها كبيرة ومقشرة وفيها ليميديتي وباردة أكتر من القياس ومرونة. سعاد شافت هادشي كامل وشافت هاد الحالة، ما عجبهاش الحال بمرة، ولكن صبرات على مكتوبها. ومن بعد بقى ساد عليها ما كيخليهاش تخرج ولا تمشي تقرا كيف ما وعدها في المغرب. وحتى خوتو كيخرجوا عادي ويقراو، وفرض عليها هي بوحدها انها اللي تقوم بيهم وتطيب ليهم وتخمل وتجمع وتصبن، وهي حاملة وهي عيانة، واللي صيباتها او طيباتها كيعيبوا عليها، حتى حاجة ما كتعجبهم. على أين بقات سعاد عايشة في هذا الوضع وصابرة على القدر اللي جاب لها سيدي ربي. وفاش توحشات عائلتها والحياة اللي كانت عايشاها من قبل، والأب اللي ما كان حارمها من والو، اللي بغوها كي ياخدها اليوم، ما خلى فين صفرهم، ما خلى ما دار على قبلهم. وكتمشي كتجبد التصاور ديالهم وتبقى تبكي فاش كيشوفها راجلها كيقول لها نوضي، عائلتك راه تهناو منك. ماشي كيواسيها ولا يخفف عليها، بالعكس كيقول لها تهناو منك وحلوك فيا. وخا عارفة حاملة وكيبقى عليها حكي الطواليت بالحلفة مزيان، جمعي هادي قادي هادي. وهي مسكينة كانت حاملة في شهرها حتى وصلت لوقيتها ديال الولادة، وتزادت عند سعاد بنيتها. وعمرها قالت للوالدين ديالها شنو كيوقع عليها، حيت كانت صابرة على الشقة وتمارة والدل، والراجل اللي ما باغيش الزوجة ديالو، باغي غير خدامة عليه وعلى خوتو. حتى داز عامين، يعني وصلنا لسنة 2010، وأخيرا سعاد جات للمغرب، أو بمعنى آخر هربات للمغرب في واحد الحالة صعيبة بزاف، وتبدلات حتى في الوجه ديالها اللي صفار وما بقاش فيه حتى قطرة ديال الدم. ورجعت كتفتف في الهضرة وخايفة، وجابت معها بنتها اللي كان عندها عامين. وحتى باها هو اللي جابها من المطار، شافها في هذيك الحالة ضر خاطرو بزاف. صافي كان والديها غير كيتسناوها تجي عندهم، وفاش شافوها في هذيك الحالة حلفوا عمرهم يرجعوها ليه. مشاو كيدوروا بها عند الأطباء وعند الرقات حتى بقات كترجع لاباس، وبدات النفسية ديالها كتحسن. من بعد دفعوا الطلاق وداروا محامي باش تفك بنتهم من هذاك الشيطان. هنايا والديها غادي يتصلوا بالزوج ديال عبد المجيد، داروا فيه واحد الدورة خايبة على الحالة اللي وصل ليها بنتهم سعاد. ولكن هو نكر كاع داكشي وقال لهم انا ما في راسيش هادشي، وانا مالي فيها وفي بنتي، وغير ساكته ما كتهضرش، عمرها تشكات عليا. المهم بقى كيعطيهم بزاف ديال الاعذار والعلل الخاويه بزاف. ومن بعد واحد المده تبع عبد المجيد للمغرب وبقى كيقلب عليها، ولكن هي ما كانتش عند والديها، كانت مخبيه عند اختها. ومشى جاب واحد الناس كبار كيحشموا منهم العائله ديال سعاد باش يقبلوا يدخلوه وتفاهم معاهم، ولكن هما رفضوا يدخلوه للدار وجروا عليه. من بعد رجع كيطلب ويرغب
باش يشوف غير بنته، حتى حنوا فيه ودخلوه للدار على أساس أنه يشوف غير بنته ويمشي. بالفعل شاف بنته ورجع كيطلب مرة أخرى وكيرغب وكيتغبن باش يشوف سعاد غير 5 ديال الدقائق. ومشاو عند سعاد كيسولوها واش بغات تشوفو، قالت لهم واخا ماشي مشكل، نشوف شنو بغا، ولكن راه مستحيل نرجع لي. من بعد مشاو دخلوه لواحد البيت، قال لهم خليونا غير بجوج بيناتنا انا ومراتي. وبقاو ساعة هما في هذيك الغرفة، وأم سعاد قلبها ما مرتاح، كتجلس شوية وتمشي تصنت تحت الباب، خافت يدير شي حاجة لبنتها ولا يضربها ولا يقتلها. حتى وصل وقت الفطور وبقات كتعيط عليهم يخرجوا باش يفطروا، حيت كان داك الشهر شهر رمضان. بقات كتقول لهم خرجوا خلاص راه أذن. من بعد خرجوا من البيت ضاحكين فرحانين بحال ما كاين حتى شي خلاف بيناتهم. أم سعاد بقات كتشوف في بنتها، كتشوفها ضاحكة فرحانة، وقالت ياه أما ما عمرني شفت عبد المجيد بحال هكا، حيت كلا ليها دماغها مزيان. حتى هاد المرة وجبد الفلوس عطاهم ليها، وبقاو والديها حيرين واش دار لها شي سحر كلا ليها دماغها ولا شنو قال لها، حيت البنت بدلات رأيها كليا في هذيك الجلسة اللي جلسات معاه في البيت. ومن بعد عبد المجيد قال لهم نديكم غدا معايا عند الوالدة ونديروا السبوع تما. ولكن أم سعاد قالت لي لا، حنا ما غادينش معاك، بغيتي تمشي انت سير. والنهار الثاني مشى هو وسعاد وبنتهم عند عائلته وجلسات معاهم ورحبوا بها وما كيخليوهاش تشقى معاهم. المهم صفرهم ساراهم، تهلا فيهم مزيان وقدر يقنع سعاد باللي تبدل. ومن بعد رجعوا معاه لإيطاليا وبقى كيعاملها أحسن معاملة، وكتخرج وكتدخل ودارت صحابات عايشين بخير. وحتى عائلتها فاش اتصلوا بها كتقول لهم راها بخير، حتى حملات المرة الثانية. وهنا رجعت تقلب عليها مرة أخرى بحال يحس براسو ضمنها وما عندها فين تمشي. رجع كيعنفها، رجع بخيل معها بزاف، مانع عليها المصروف وحتى الخروج، رجع نفس المعاملة القديمة. وبقات سعاد كتحكي لعائلتها عاوتاني شنو كيوقع لها ومع راجلها والعذاب اللي هي معيشها فيه، وكانت كتطلب يدير فيزا لوالديها باش يبقاو يجيو عندها، ولكن هو ما كانش كيبغي. حتى وصلت سنة 2016 والدين سعاد قرروا انهم يمشيو عند بنتهم باش يشوفوها، حيت كانوا مشوشين بزاف عليها، حيت دارت ليهم واحد بنتهم عايشة في فرنسا فيزا وخرجت ليهم. مشاو لفرنسا ومن فرنسا مشاو لإيطاليا، مشاو على غفلة ما علموش بنتهم سعاد. فاش وصلوا لإيطاليا ومشاو للمدينة فاش عايشة بنتهم، عاد اتصلوا براجل بنتهم عبد المجيد، خبروه باللي راه كاينين في إيطاليا بزز وبالسوسين كشيفة باش جا عندهم وداهم للدار يشوفوا بنتهم. فاش شافوها تصدموا بزاف، فاش عايشة وحالتها حالة ونفسيتها مدمرة. وخا هي مسكينة فرحانة بيهم واستقبلاتهم، فاش جلسوا معاها رجعوا كيلاحظوا التصرفات ديالو كيعنف ولادو وكيخسر الهضرة معاهم بالهضرة الخيبة، وإلا جابت تقضية كيخليها في الطوموبيل وكيقول لسعاد سيري انتي نزلي هزي التقضية وتمشي تطلعها بوحدها وخا تقيل عليها. وحتى بنتهم سعاد كانت كتعاود ليهم على المعاناة اللي كان معيشة فيها والعنف والضرب والخيانة. في الأخير أم سعاد عيطت عليه هي وراجلها وقالت ليه بغيت نهضر معاك على سعاد بنتي، وقالت لي علاش معذبها وعلاش ما ديرش لها مصروفها، حتى الكسوة ما كتكسيهاش، شوف حالتها كي ولات. بقاو كيتعاطاو بيناتهم عائلة سعاد والزوج ديال عبد المجيد حتى قربلوها مزيان. في الأخير قال لهم شفتوا هاد بنتكم اللي العيالات كاملين زيرو، هادي راه تحت الزيرو. وبقى كيغوت وكيقول لهم بعدوا مني وبعدوها مني ولا غنقتل شي حد. ناض صداع كبير. عبد المجيد فاش تلونات القضية عرف بلي عائلته ما غيسكتوش، مشى خبى على الباسبورات ديال ولادو، خاف يديوهم.
اما باسبور سعاد كان عندها ما بغاش تعطيه ليه. الجيران ديالو سعاد هادوك الايطاليين بقاو تيقولوا لعائلتها واش غتديوها معكم، حيت هما كانوا شاهدين على المعاناة اللي كانت كتعيش فيها. صافي والدين سعاد قرروا باش يديروا حل لبنتهم وما يخليوهاش مع هاد البسيكوبات. وفي هاد الوضع واحد الصباح ناضوا مع 6 خلاو عبد المجيد حتى مشى للخدمة، جمعوا حوايجهم وداو معاهم بنتهم ومشاو للكوميسارية باش يديكلاريو عند البوليس. فاش وصلوا تما بقاو هما على برا، ودخلت سعاد عند البوليس بوحدها، بقات كتعاود ليهم على المعاناة اللي كتعيشها مع الزوج ديالها. البوليس يتصدم فسمع قصتها وقال لي علاش صبرتي على هادشي كامل وهاد المدة الطويلة، وعلاش ما طلبتيش شي مساعدة منا. المهم تعاطفوا معها مزيان، وقفوا معها وبدلوا لها النمرة ديال التليفون باش ما يلقاهاش، وداوها لواحد الدار اخرى باش تجلس فيها هي ووليداتها، وداروا عليها حراسة مشددة. ووالديها مشاو عند شي اقارب ديالهم جلسوا عندهم مؤقتا، وبقاو كيمشيو عند بنتهم حتى كيطمئنوا عليها وشافوها عايشة مزيان ومرتاحة في امان الله هي ووليداتها. واحد المساعدة الاجتماعية قالت للوالدين سعاد كونوا هانين، بنتكم راه في يد امينة، ما تخافوش عليها، حنا غنهتموا بها، الا بغيتوا ترجعوا للمغرب غير رجعوا وقلوبكم مرتاحة. في هذا الوقت عبد المجيد بغى يحماق، بقى كيقلب عليهم والو ما لقاهمش. مشى للمغرب عند عائلته يسول عليها ولكن ما عطاوش وقت، رجع لايطاليا وجاتو دعوة ديال الطلاق. انا عارف راسو بلي صافي سعاد غتمشي من يديه وهو ما باغيش يطلقها. رجع كيتعرض لها وكيعنفها، ولكن لقى بلي هذا ماشي حل، والقانون في صف سعاد خصوصا في اوروبا. من بعد سعاد قلبت على خدمة وبقات كتخدم، وكرات واحد الشقة صغيرة وبقات خدامة ومقابلة وليداتها. وراجلها عطاوه الحق يشوف ولادو مرة في الأسبوع، ولكن عند ماماهم بقى كيتغبن عليهم وكيقول لهم بغيت ولادي بغيت نشوفهم. سعاد بقى فيها، بقات كتعطيهم ليه يباتوا معاه السبت ويرجعهم لها الحد. ما بقاش لقى منين يدوز لها، تحسنات نفسيتها مزيان ولات وضعيتها واعرة، وتعرفت مع واحد البنت حتى هي مغربية سميتها سكينة، كانت كتجمع معاهم موانسين بجوج. شافها راجلها عبد المجيد عايشة مزيان وانتصرت عليه، رجع كيخطط واحد خطة شيطانية. واحد العشية مشى يزور ولادو، لقيت اللي عاطية المحكمة وداهم مع الدار، عطاهم كلاو ودار ليهم منوم او مخدر في الماكلة، ولكن هاد المنوم حتى كدوز واحد المدة معينة عاد كينعس اللي شربو. المهم عبد المجيد وكل وليدات وركبهم في الطوموبيل ورجعهم عند ماماهم. هاد النهار بالضبط كانوا الناس كاملين كيحتفلوا في ايطاليا، وكان شهر ديال رمضان، وكانت الموسيقى والصداع. طلع عبد المجيد ولادو عند ماماهم وقال لهم سيروا تنعسوا. بنته الكبيرة حست بلي شي حاجة بغا يديرها باباها، حيت موالف غير كيجيبهم وكيمشي، ولكن هاد المرة بقى جالس، ولكن حيت كتخاف منه مشات نعسات في بلاصتها، وكانت حاسة بالنعاس كيجيها حيت هداك المنوم بدا كيأثر عليهم. المهم الوليدات نعسوا غرقوا مزيان في النعاس. في هذا الوقت عبد المجيد قتل سعاد ودارها في واحد الصاك كبير وخرجها من الدار وخلى ولادو بوحدهم في هذيك الشقة. في هذيك الوقيته فاش خرج من العمارة شدوا الكاميرات، هز في يديه صاك كبير معاه ونسى دفنها فيش بلاصة عارف غير هو. المهم ناضوا الوليدات ما لقاوش ماماهم، اتصلوا بالاب ديالهم قالوا لي ماما ما كايناش في الدار. قال لهم صافي غير سيروا نعسوا دابا ترجع. دازت يومين، الصديقة ديالها لاحظت بلي سعاد ما بانتش، مشات كتسول عليها وصونات على اختها ايمان اللي عايشة في فرنسا. قالت لها واش جات عندك سعاد؟ قالت لها لا ما جاتش عندي. فاش ما لقاوهاش مشاو عند البوليس. انا تفتح تحقيق والبوليس بداو التحريات ديالهم وتاكدوا باللي الزوج دار شي حاجه لسعاد.
اتصلوا بالعائلة ديالها في المغرب. ناضت روينة كبيرة، والوالدين بقاو كيقادوا وراقهم باش يمشيو يشوفوا شنو واقع لبنتهم بسعاد. البوليس اعتقلوا الزوج ديال عبد المجيد، ولكن المحاكمة كاملة بقى ناكر باللي دار شي حاجة لمراته، وحاولوا يعرفوا فين خبى الجثة ديالها، وقلبوا جميع الأماكن والبلايص اللي ممكن تكون فيهم، ولكن عبد المجيد غبرها بمرة، وهو بقى ناكر باللي قتلها، ومازال ناكر إلى يومنا هذا، وما بغاش يقول لهم فين هي الجثة ديالها. واخا ما اعترفش بالجريمة ديالو، كان جميع الدلائل ضده، والفيديو ديال الصاك الكبير اللي خرج من دار سعاد حتى هو مسجل في الكاميرا، والخلافات وشهدوا فيه ولادو باللي داك النهار نعسهم قبل الوقت، وكان كيضرب ماماهم قدامهم. وواخا الجثة ما تلقاتش وما بغاش عبد المجيد يقول فين دارها، حكم عليه القاضي في إيطاليا بالمؤبد، والولاد بقاو في دار الرعاية خاصة بالدولة تكلفات بهم، وما بغاش تسلمهم لعائلة سعاد ولا حتى شي حد آخر.